جربتي تخزني ورق العنب في الازازة؟ ما جربتيش؟ تعالى اقولك تجربتي مع ورق العنب في الازازة. بجد انبهرت من تخزين ورق العنب. طريقة جدا سهلة، وكمان حافظت لي على ورق العنب وخلته يطلع طري كده وحلو، وما يبقاش الورق متقطع ولا دايب ولا متكسر من الفريزر. بجد طريقة حلوة جدا. هتجيبي ورق العنب وتحطي كده ورقتين 3 فوق بعض وتلفيهم، وهندخلهم في الازازة، وهنحتفظ بيها لغاية لما تملي بقى الكمية بتاعتك حسب الازازة. يعني انا في ازازة البيبسي دي حطيت نص كيلو من ورق العنب. وبعد كده هتقفلي الازازة بتاعتك كويس وهتسيبيها حسب بقى ما تعوزي تستخدميها. بس الازازة اللي هتستخدميها تفتحيها، مش هتتقفل تاني، خلاص تستخدميها كلها. وبعد حوالي شهرين فتحت على ازازة ورق العنب وانبهرت بقى من النتيجة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بجد تحفة جدا وجميلة، وبتقعد فترة طويلة جدا. يعني انا قعدت بقالي شهرين عاملاه، ما نزلتش الفيديو ولا سجلته لغاية لما اشوف النتيجة واعمله واجربه واشوفه قدامكم كده عامل ازاي. بعد كده انزل لكم الفيديو. ده اللي في الازازة ده بقاله شهرين مقفول عليه، تقدري تستخدميها من سنة للسنة. ناس كتير قالت عليه حلو، وبجد لما جربته عرفت انه حلو قوي، وكمان طريقته سهلة وما بيتكسرش ولا اي حاجة. بصوا الورقة طالعة، الورقة كده ورقتها وحلوة. انتي بس تحسي ان هو مسلوق شوية، لكن هو مش مسلوق ولا اي حاجة. الورقة تلاقيها طرية في ايدك وحلوة كده، بس لونها متغير شوية كأنه مسلوق، لكن هو مش مسلوق. بصوا بجد انبهرت من النتيجة. حلو جدا وعجبني قوي. هعمله كده على طول. هطلع بقى الكمية كلها. انا كنت حاطة في الازازة دي نص كيلو من ورق العنب، حسب استخدامك بقى. بس اهم حاجة الكمية اللي انت تستخدميها هي اللي تحطيها في الازازة اللي انت تعبيها فيها، عشان خاطر اول ما تتفتح ما ينفعش تقفليها تاني وتشيليها، عشان طبعا هيكون دخلها هوا. وخطوة مهمة وانتي بتحطي ورق العنب في الازازة، لازم ما يكونش مبلول وما يكونش مندي، عشان خاطر هقولك على حاجة دلوقتي يعني تشوفيها معايا في ورقة، عشان كمان ما يبص معاكي. لازم ما يكونش فيها مية خالص. هطلع بقى كل كمية ورق العنب دي واوريها لكم. طلعت الكمية كلها، بس لقيت كده في ورقتين 3 عليهم كده نقط بيضة كده صغننة. طبعا ده عشان هتلاقي الورقة كانت مندية شوية، فعملت زي كده كأنها كده هتصوف. فبلاش ان انتي تحطي ورق العنب، يعني لازم يكون مفيهوش اي مية خالص ومش مندي، يعني حلو كده متهوي. وتلفيهم وتحطيهم في الازازة بتاعتك، وبعد كده تطلعيه حسب الاستخدام بتاعك. وهنسلقه بقى عادي هنا في مية وكمون وملح، بس كده. ونسلقه بقى ونستخدمه بقى ونلفه عادي. بصوا الورقة طرية وحلوة ومفيش ولا ورقة متكسرة ولا اي حاجة خالص. بجد عجبتني قوي الطريقة دي، ولما تجربوها هتعجبكم قوي. هيبقى احسن طريقة لتخزين ورق العنب. وهوريكم بقى صورة كده بعد ما طلعته كله. و هلف كده المحشي واوريكم شكله. ويبقى الف هنا والشفا، وتعملوه بالطريقة دي وتشوفوا النتيجة عاملة ازاي. وتقولوا رأيكم بقى في الكومنت لو عجبكم الطريقة وعجبكم الفيديو. بصوا هنا شكله بعد ما سويته بقى كله. وحلو كمان في طريقة تخزينه ان احنا مش هنحتاج لتلاجة، يعني هتحفظيه بره التلاجة عادي، وبيقعد معاكي فترة طويلة جدا. ويا رب يكون عجبتكم الطريقة.